السلام عليكم. بخصوص واقعة الراجل العجوز وفتاة المترو، أنا استنيت لحد ما الناس كلها طلعت وهارت واتكلمت كتير، حتى الفضائيات بقت بتتكلم عن الموضوع. فاستنيت لما الموضوع يهدى شوية عشان أطلع أقول الكلمتين اللي يا ريت الترند يقف عندهم. أما بخصوص مين غلطان، فأنا جاي دلوقتي أقول لك مين اللي غلطان بالظبط، وربنا يسترها عليا بعد الفيديو ده. طبعا كلنا شفنا الراجل العجوز ده اللي قد جدي وجدك بيزعق لبنت في المترو، والبنت كانت حاطه رجل على رجل قدامه، ولانه راجل صعيدي مصري شرقي اصيل ما رضاش بحاجه زي دي، وده طبعا علشان هو متربي على عادات وتقاليد. وطبعا البنت غلطانه ان هي دخلت وقعدت في عربيات الرجاله. هتقول لي انت استنى بس اهدى عليا. ليه تدخلي تقعدي في عربيات رجاله طالما عندك عربيات للسيدات فقط؟ ولو راجل دخل قاعد في عربيه من دول، سواء كان قاصد او بالغلط، بتفشخوه، بتقيموا عليه الحد والسبت والخميس والجمعه اجازه. بل وكمان اللي انا عرفته ان هو بيدفع غرامه. طب ليه بقى انتوا بتيجوا تقعدوا في عربيات الرجاله مخصوص؟ اولا دي ليها تفسيرين: يا اما عربياتكم زحمه جدا جدا فمش لاقيين مكان تقفوا وتحطوا رجليكوا فبتقعدوا في عربيات الرجاله، او العربيات المختلطه زي ما بتقولوا. ولكن برضو التفسير التاني ان انتوا ما بتساعدوش بعض كستات في المترو يعني، وبتنافسوا على بعض شويه وما بترضوش تقوموا لبعض حتى لو تعبانين، فبالتالي بتيجوا عربيات الرجاله علشان تقعدوا مكان الراجل، باعتبار بقى ان هو هيشوفك بنت وكده فهيقوم لك بقى من باب الاتيكيت والبتنجان والكلام ده كله. اولا انا مش مؤمن بحاجه اسمها مساواه بين الراجل والست. الراجل راجل والست ست، انت ليك حقوق وواجبات وانا ليا حقوق وواجبات، فبالتالي مفيش حاجه اسمها مساواه بين الراجل والست. ده مبدئيا كده. تاني حاجه، انا مش مجبر ان انا اقوم لك. يعني انت دلوقتي سبت عربياتكو لو هي فاضيه فروحي اترزع، يعني روحي اقعدي هناك، سوري يعني في الكلمه، زي ما انا ما بروحش اقعد هناك. غير كده كمان انا مش مجبر فعلا ان انا اقوم لك. انا مش مجبر ان انا اقوم لك. انا دافع تذكره زي زيك بفلوس، زي زيك قاعد في مكان بروق دماغي، هنزل في محطه هشقى هتعب هشتغل هروح الدرس هاجي من الدرس، برضه زي زيك، برضه زي بتاعت المساواة، ها زي زيك يا بتاعت المساواة. فليه أقوم لك؟ ليه أقوم لك؟ ده طبعا باستثناء الستات الكبار. ها باستثناء الستات الكبار، لأن كده كده يعني احنا هنقوم لها كده كده، يعني طلبت أو ما طلبتش لأن هي ست كبيرة. تمام. أما بقى لأن الكل قاعدة شواذ. أما بقى لو فعلا في زحمة فاقعدي عادي. لو في زحمه في المترو اللي انا فيه نفسه، في العربيات بتاعت الرجاله اللي انا فيها، فبرضه مضطر ان انا اقوم لك. ليه؟ تجنبا للتحرش اللي ممكن يحصل لك، تجنبا للمضايقات اللي ممكن تحصل لك، تجنبا لان في شخص تاني ممكن يتفتن بيكي، يحك شويه، مش عارف ايه الكلام اللي بيدور ده اللي كلنا عارفينه بس ما بنحبش نقوله. فحفاظا على دين اللي قدامي ودينك ودين، حفاظا على كل الكلام ده، بقوملك. انما مش مجبر، وما تفرضيش عليا ان انا اقوملك وتزعلي ان انا لو ما قمتش. تمام، خلصنا كده من موضوع المترو اللي عاملين تهروا فيه ده. ماشي، نكمل بقى موضوعنا. ولكن هل البنت دي احترمت الراجل الكبير ده واحترمت سنه؟ لا. هل احترمت ان هي حاطه رجل على رجل قدامه؟ هتقول لي عادي، ايه المشكله يعني رجل على رجل؟ وانا للاسف من ضمن اللي بيقولوا عادي، لان هي مجرد رجل محطوطه على رجل، زي ما بحط ايد على ايد او اربع ايدي. هل فيها حاجه؟ لا، ما فيهاش حاجه. لكن المعضله هنا في الجزمه او الشبشب او البلغه اللي انت بتبقى لابسها وحاططها في وشي، او مخليني ابص. يعني هي بتبقى قصد ان هي تبقى في نفس مستوى نظري كده ابص عليها، فاهم حاجه؟ فدي العيبه الصراحه، يعني سواء من راجل او ست الحركه دي مستفزه للكل، مش لحد معين، ومش مساله راجل كبير او مش راجل كبير. تمام. مريحاك القعده قوي وما بترتاحش غير في القعده قوي، حاول تداري جزمتك على قد ما تقدر، يعني فاهم، وما تتقنعرليش كده وانت قاعد فيها. لكن البنت برضو من حقها ان هي تحط رجل على رجل. ليه؟ لان هي بنت. لان هي بنت، مش عشان بنت بقى اوه ده انت بنت وجميله لا، عشان بنت بتداري حته معينه، فاهم حاجه؟ ولكن برضه ده لا ينفي ان انت تكوني طالعه مثلا بحجاب، مش لابسه بنطلون مثلا ولابسه دريس واسع او الحاجات الغريبه اللي انتوا بتلبسوها دي، او مثلا يكون معاكي شنطه فتحطيها على المكان اللي انت عايزه تداريه، او التليفون تحطيه على المكان، ان شاء الله ايدك تحطيها على المكان، ايدك تحطيها على المكان اللي انت عايزه تداريه. مش شرط يعني تحط رجل على رجل وعلشان تداري حاجه وحشه فتوري لنا حاجه اوحش، اللي هي الفخده اللي بتبقى عامله كده دي. طب ايه؟ ما انت وريتيني، يعني وريتيني الفخده حضرتك، وريتيني رجلك، يعني انت فاهمه المشكله، فاهمه الموضوع، فاهمه انا عاوز اوصل ايه؟ فمش مبرر يا سياده المحاميه ان هدى بالقمصان ان هي عشان بنت فلازم تحط رجل على رجل.
ها، مش مبرر. لكن على حسب كلامها فهي بتقول انها كانت بتصور الواقعة دي علشان خايفة وعلشان تثبت اي ضرر ممكن يحصل لها في الموضوع، علشان طبعا كلنا عارفين الايام دي الدنيا بقت لبش من هنا ومن هنا. فايه بقى اللي يضمن لك حقك ان انت تصور اللي بيحصل لك؟ ولكن اكتشفنا ان الست دي بلوجر، زي ما في اخبار كتيرة اتقالت يعني ان هي بلوجر. فانا هقول لك اهو كلمه يعني محدش هقولها لك: البلوجر ما بيهتمش بحاجه، كل اللي همه التصوير والفضيحه. اذا كان بيفضح سندوتش البرجر مش هيفضحك انت يا مؤمن. اما بقى من باب اثبات الحق، او انت خايفه فبتثبتي حقك علشان محدش يعتدي عليكي، فليه نزلت الفيديو؟ طالما انت خارجه سليمه من الموضوع ومفيش حاجه حصلت لك جسديا بقى والحاجات زي ديت، ليه نزلت الفيديو؟ اللي طبعا لو انت منطبق عليك الكلام اللي انا قلته في الاول اللي هو التشهير. وكان ممكن تتكلمي مع الراجل اللي قد جدك او قد ابوكي ده او الكبير في السن ده بطريقه احسن من كده، او بطريقه لايقه شويه بيكي كبنت محترمه كده وراسيه كده. تتكلمي بطريقه هاديه شويه، يهدى شويه، تمتص فيها غضبه، لان الراجل او الست لما بيكونوا غضبانين بيبقى ده طاير منهم، ما بيفكروش بيه حرفيا. مش تقولي ايه العبط ده وايه اللي مش انت بتغلطي، انت كده بتغلطي. ايه يعني ايه العبط ده؟ انا عن نفسي ما ارضاش راجل كبير يتقال له حاجه زي دي، او ست كبيره يتقال لها حاجه زي دي. ايه اللي ايه العبط ده؟ ده احنا لو راجل كبير او ست كبير بتكلمنا كلمه حاضر ونسكت، لا عدي الموضوع يا عم، عدي ما توجعش دماغك، عدي الموضوع بكل احترام وادب. انما هبجح، هبجح وكمان هشتم، لا انا كده بركب نفسي غلط. يا ريت بقى تتعلموها. مش مبرر الراجل الكبير اللي هو عمله. واحده واحده يا صديقي قبل ما تتنرفز عليا، وهشرح لك ليه. نيجي بقى للراجل الكبير. انا نفسي بحترمك وبقدرك يا حاج، وبحترم كل اللي قاعدين في المترو وسواق المترو نفسه واللي قاعد على شباك التذاكر بره، بس انت غلطان يا حاج. المبادئ والعادات والتقاليد والاخلاق والقيم والحاجات دي كلها جميله جدا، بس لو مش موجوده في الانسان اللي قدامك ما تطلبهاش من الانسان اللي قدامك او تستناها من الانسان اللي قدامك ايا كان هو مين. ولكن انت غلطان يا حاج في ايه؟ لان انت الحاجات دي عندك في الصعيد، عند الفلاحين في الارياف، عند العربويه في الحتت بقى شمال سيناء والحتت دي كلها، وفي بعض المدن برضه. ولكن يا حاج، لو انت اتعاملت كده بره مصر، في دول اوروبا مثلا اللي بيمشي فيها موزة مقشرة، موزة مقشرة مثلا، يعني هتعمل ايه؟ هل هتقف برضه في وسط الميدان كده وتزعق لهم وتقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده، وهتقول لهم كمان ان الست المحترمة ما تشيلش تليفون تاتش؟ مع اني عندي عتاب كبير عليك يا حاج في حاجه زي دي. يعني ايه الست المحترمه ما تشيلش تليفون تاتش؟ هل انت اضرب بهي شايلاه ليه مثلا او حاجه زي كده؟ وانا ضد ان انت تقول حاجه زي دي وتعمم او تطعن في شرف حد لان لمجرد ان هو عامل حاجه معينه او شايل حاجه معينه مش عاجباك مثلا، او ضد عاداتك او تقاليدك. ها، اولا يا حاج ديننا ما بيقولش كده، تمام؟ ولو انت مش قادر ان انت تتعود وتتكيف على المكان اللي انت فيه او البيئة اللي انت فيها او البلد اللي انت فيها، فسيبها وامشي. مش قصدي ان انا بقول لك ارجع بلدك بقى والكلام ده كله، بس ده قانون في العموم حطه في دماغك. لو انت مثلا شغال في شرم او الغردقه او العلمين او الحتت دي ومش قادر مش قادر تتكيف عليها كمسلم بقى محافظ على دينك، صلاتك، قرآنك، الحاجات دي كلها، سيب الشغل ده وامشي، ارجع بلدك او دور على شغل تاني. ما تقولش للناس اللي هناك انتوا ليه بتعملوا كده، ما هم عارفين الصح من الغلط. ما كانوا عملوا الصح من الاول. لو حتى لو هم مش عارفين الصح من الغلط، فانت برضو مش هينفع تفرض عليهم حاجة زي دي. هل انت لو سافرت بره وركبت المترو بره او الاتوبيسات بره هتعمل ايه؟ هل هتعمل برضه نفس اللي انت عملته؟ لا. فبالتالي ده برضه يتقاس، يتقاس علينا هنا. الصعيد غير الارياف، غير البيئة الصحراوية، غير المدن. ولكن ما كانش ينفع تزعقي له يا بنتي، وانت كمان يا حاج ما كانش ينفع تزعق لها، سواء انت غفير او عمدة ابن عمدة. عاداتك وتقاليدك، تقاليدك اللي هي بتاعت بلدك او مدينتك او المكان اللي انت خارج منه، سواء انت او حد تاني، تسري عليك في مكانك بس، او تسري على نفسك انت شخصيا مش على الناس التانية. يعني لما تروح لمكان احترم عاداته وتقاليده. لما الاسكندراني او الوجه الساحلي او القهراوي يروح الصعيد يحترم عادات الصعيد. لما واحد اجنبي يروح الصعيد يحترم عادات الصعيد. لما واحد مسلم يروح بلد فيها مسيحيين يحترم عادات المسيحيين، والعكس صحيح. طب ثواني بقى يا حاج، الشاب بالنسبه للشاب اللي جنبك ده ايه دنيته؟ ما لابس بنطلون مقطع وعامل مولت والدنيا حلوه وقاعد عمال بيهديك عشان ما تشوتش فيه في الاخر وتديله بالنبوت على دماغه. ايه ما انتقدتوش برضه ليه؟ ما هو لابس مقطع برضه. هل انتوا عندكم في الصعيد بيلبسوا مقطع؟ استحاله. واستحاله الصعيدي اصلا يرضى ان حد يعرفه يلبس حاجه زي دي، او يعمل شعره مولد بقى ويشوه فكره الصعايده بقى فاهم؟
ليه بقى برضه ما انتقدتوش هو كمان مع انه عامل حاجه مخالفه؟ مع ان برضه يا حاج من ضمن العورات برضه بتاعت البني ادم الذكر بالتحديد من ركبته لسرته. وهل الكاتنج ده بيبقى مبين ايه؟ صبع الرجل، ما هو بيبقى مبين حته من الفخذ برضه يا حاج اللي هي عوره برضه. ما انتقدتوش ليه؟ او الناس اللي في المترو ما انتقدتهوش ليه؟ مع احترامي للشاب، انا هنا طبعا قصدي على الفعل مش الشاب نفسه. الفعل مش الشاب نفسه، زي برضو الراجل العجوز، قصدي الراجل الكبير اسف، قصدي على الفعل مش الراجل نفسه، والبنت قصدي على الفعل مش البنت نفسها. اما بقى رسالة اخيرة لبتوع الصحافة الصفراء، وكل واحد بقى شايل تليفون ومايك صغنن كده وعمل له صفحة على الفيسبوك بقى يسمي نفسه صحفي. انا على ايام الصحافة دي كانوا بيدرسوا فيها سنين علشان يطلعوا صحفيين في الاخر عشان يقدروا يمارسوا المهنة بس مش اكتر. فايه كمية الصفار اللي جواكوا ده وكمية اللهث على الترند ده؟ ايه كلمة لهث دي؟ انا كبرت الموضوع ليه كده؟ ايه كمية الجري على الترند دي؟ انتوا بتعملوا حرفيا من الحبة قبة علشان تاخدوا مشاهدات، علشان فلوس الارباح بتاعت الفيس والرعاة كويسة. وطبعا هنا طبعا مش بتهمكم، ده شغل، ده شغل. بس يا ريت زي ما انتم بتبينوا الحاجات دي وبتهتموا بيها كويس جدا وبتحركوا كده علشان تهتموا بحاجات زي دي، طالما المجتمع نفسه بقى مهتم بيها فانتوا بتبينوها اكتر وبتفرقعوها في وشنا اكتر. اهتموا برضو بالحاجات الكويسة. انتوا ليه مهتمين بحاجات زي دي بس؟ ليه بقت معظم الصحافة صحافة صفرة؟ ده لو كنتوا اصلا صحفيين. انتوا بعاد كل البعد عن الصحافة. ما تسيئوش لسمعة الصحافة، سواء انتوا خريجين اعلان او الاعلام او الكليات الخاصة بالصحافة او لا. ما تسيئوش لسمعة مهنة شريفة زي دي. واخيرا وليس اخرا، ما تنساش بقى تتابعني وتديني اللايك بتاعك الجميل والكومنت الرايق بتاعك وتقول لي رايك في الموضوع بكل احترام وبكل شفافيه، وعيش بقى دنيتك وتشير الفيديو علشان الموضوع ده بقى يخلص، زي ما خلصنا موضوع عبد الله رشدي وزي ما خلصنا موضوع اللي عمل التمكين على جوزها. تمام كده، تمام كده. اشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.